قال: هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية كأن تقول أقسم بوجه الله أو بيد الله أو بغير ذلك من الصفات الذاتية؟ الجواب: الحلف بالصفات الذاتية الخبرية، يعني إذا كانت هذه الصفة يعبر بها عن الذات يجوز الحلف بها. إذا قلت ووجه الله، فالوجه يعبر به عن الذات، الوجه يعبر به عن الذات، لا بأس أن تحلف بوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، أيضا اليد، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، اليد. فالشيء الذي يعبر به عن الذات يجوز الحلف به، لأنه يدخل في القاعدة اليمين تكون بالله وأسمائه وصفاته. لكن الصفة التي لا يعبر بها عن اليد عن الذات، مثلا قدم الله سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم لم يكن من هدي السلف اليمين بمثل ذلك. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشره إلى أكبر عدد ممكن من الناس لكي تعم الفائدة إن شاء الله. قناة الحرمين الشريفين.